ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع مهم قوي، وهو ازاي نرتاح مع نفسنا. ازاي نحس بالراحة الداخلية بدل ما نكون طول الوقت حاسين ان في صراع جوانا، او نكون حاسين ان احنا مش مرتاحين مع نفسنا، وطول الوقت في صوت جوه عقلك بيقولك كلام سلبي وبينتقدك، زي مثلا انتي مش كفاية، انتي مش شاطرة، انتي مش محبوبة، او انك دايما بتقارني نفسك بالناس اللي حواليكي سواء في الواقع او على السوشيال ميديا. فلو حسيتي ان عندك مشكلة من المشاكل دي او الكلام ده لمس حاجة جواكي، يبقى انتي محتاجة تسمعي فيديو النهاردة. فمن غير ما اطول عليكم اكتر من كده، جهزوا مشروبكم المفضل واقعدوا في مكان هادي ومريح وتعالوا نسمع سوا. احنا طول الوقت بنسمع كلام كتير قوي من نوعية اتصالحي مع نفسك او حبي نفسك، خليكي فخورة بنفسك. بس دايما كان بيجي على بالي سؤال مش لاقيه له اجابة، وهو ازاي اتصالح مع نفسي؟ انا فعلا نفسي اتصالح مع نفسي، بس يعني ايه اصلا الجملة دي؟ لحد لما فهمت ان احنا علشان نكون متصالحين مع نفسنا لازم نتقبل نفسنا بكل حاجة فيها من اصغرها لاكبرها. وكلمة نتقبل نفسنا دي يمكن تكون كلمة صغيرة فعلا في الكتابة، لكن معناها كبير قوي وعميق جدا. لأن معناها إنك تحبي كل حاجة انت نفسك تغيريها في نفسك. كل حاجة بترسمي في خيالك إنك هتغيريها في يوم من الأيام لازم تتقبليها وترضي بوجودها. وما تخافيش كمان إن الناس يشوفوها أو إنك تظهريها للناس، من أصغر حاجة لأكبر حاجة. ومن أول حاجة صغيرة نفسك تغيريها في شكلك أو جسمك أو في وشك لحد أكبر صفة نفسك تغيريها في شكلك، لازم تتقبلي وجود الحاجات اللي انتي مش حباها دي. والتقبل مش هيقف هنا عند الشكل بس، لأ ده هيكمل معاكي في كل حاجة في حياتك. زي انك تتقبلي الأوقات اللي بتكون فيها طاقتك مش أحسن حاجة أو طاقتك قليلة، تتقبلي الأيام الملخبطة، تتقبلي الماضي وتتقبلي الحاضر، وتعرفي ان احنا كبشر مختلفين تماما عن بعض. فلما تعرفي كده هتتقبلي فكرة انك مختلفة عن باقي الناس اللي حواليكي، فطبيعي انك ما تكونيش شبههم. فبالتالي لما تعرفي انك مش شبههم فعلا مش هتحطي نفسك في مقارنة ابدا مع حد. لما تتقبلي شخصيتك وشكلك وصفاتك ومهاراتك هتبقي شايفة انك كفاية، وان مفيش اي حاجة ناقصاكي في الحياة. بالعكس انت ربنا خلقك مكتفية بذاتك، وعندك قدرات ومهارات تقدري تبدعي بيها في حياتك. بس انتي المطلوب منك انك تركزي بس على نفسك علشان تقدري تحددي مكانتك في الحياة، وتقدري كمان تعرفي ايه المناسب ليكي وايه اللي مش مناسب. لكن لو فضلتي بقى تبصي على الناس وتقارني قدراتك بقدراتهم ومهاراتك بمهاراتهم، بنسبة 90% هتحسي بالفشل والعجز والإحباط. لأنك بكل بساطة بتجربي حاجات مش بتاعتك ولا مناسبة ليكي. زي بالظبط كده اللي بتدخل محل هدوم فتلاقي الناس كلها بتشتري ستايل معين أو بتلبس ستايل معين، فتقرر إن هي تلبس زيهم. بس اللبس ده مش مناسب خالص لشكلها أو لجسمها، فتبدأ تسأل نفسها هو أنا ليه وحشة؟ طيب ما الطقم ده الناس كلها لابساه وحلو عليها، اشمعنى أنا؟ يبقى المشكلة عندي أنا. وتفكر فعلا إن هي اللي عندها العيب أو إن جسمها هو اللي فيه المشكلة، مع إنه في الحقيقة اللبس هو اللي مش مناسب. فأنتي عندك جمال تاني مختلف خالص عن الجمال اللي بتاع الناس اللي حواليكي. بس انتي محتاجة تركزي مع نفسك وتبطلي تجلدي في ذاتك علشان شكل جسمك مش مناسب مع الطقم اللي الناس كلها لابساه. جربي حاجات تانية، اعرفي شكل جسمك كويس علشان تعرفي تلبسي اللبس المناسب ليه، وعلشان كمان تعرفي تنقي اللبس المناسب لجسمك، اللبس اللي هيبرز فعلا جمالك وهيخبي الحاجات اللي انتي مش عايزة تظهريها للناس. وهنا انا مش قصدي خالص على الجسم بالمعنى الحرفي، انا قصدي عليكي عموما. ركزي على شخصيتك، اكتشفي نفسك، شوفي فين الجمال اللي في شخصيتك. ركزي مع نفسك وبصي على مهاراتك بعيدا خالص عن الناس بقى، وبعيدا عن مهارات الناس. اوعي تقارني نفسك بيهم، لانك مجرد ما هتبدأي تقارني نفسك هتلاقي تركيزك بيتشتت بعيدا عنك خالص، واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين نبص في المراية على نفسنا وعلى تفاصيلنا وعلى شخصيتنا وعلى ملامحنا احنا، ونشوف ايه المناسب لينا وايه اللي مش مناسب، ونتقبل انه لازم هيكون في دفوهات كده في شخصيتنا، فهنتقبلها وهندريها بينا كده وبين نفسنا لحد ما نحاول نغيرها إذا أمكن. ولو حاولنا مرة واتنين وتلاتة وأربعة وما قدرناش نغيرها، فخلاص هنتقبل وجودها وهنكون راضيين عنها، وهنحب نفسنا زي ما احنا. لأن مش معنى إن احنا عندنا مشكلة معينة يبقى خلاص كده نكره نفسنا ونجلد ذاتنا ونعيش طول حياتنا نحاول نغير نفسنا علشان مش متقبلينها، أو علشان حتى الناس حوالينا مش متقبلينها. فاحنا مش هنعمل كده خالص، احنا هنتقبل وجود النقص عندنا في شوية حاجات، لأن دي أصلا طبيعة البشر.
احنا ربنا خلقنا كده مش كاملين، لازم هيكون عندك حاجة مش موجودة علشان ربنا يعلمنا ازاي نرضى. فدايما هتلاقي عندك حتة كده مفقودة هتكمل برضاكي عنها. ومهم كمان قوي انك علشان تقدري تتصالحي فعلا مع نفسك انك تسامحي نفسك. تسامحي نفسك على غلطات عملتيها زمان، وتكوني واعية لفكرة ان احنا بنغلط علشان نتعلم، وان دي سنة الحياة علشان نقوى وشخصياتنا تقوى وننضج ونكبر اكتر. وتسامحي نفسك كمان على تقصيرك اليومي. الحياة عمرها ما هتكون وردي طول الوقت، ولا عمرك هتقدري تكوني منتجة طول الوقت، ولا عمرك كمان هتقدري ما تغلطيش طول الوقت. بالعكس، الحياة يوم حلو ويوم وحش، يوم مظبوط جدا ويوم تاني ملخبط جدا. وزي ما احنا بنكون متقبلين الأيام الحلوة وبتعدي علينا كده خفيفة وجميلة من غير جلد ذات ولا تأنيب ضمير، يبقى نعدي كمان الأيام الصعبة من غير جلد ذات ولا تأنيب ضمير. ما تلوميش نفسك ولا تجلدي ذاتك ولا تستحقري من مجهودك وقدراتك علشان قصرتي شوية، لا بالعكس، خليكي رحيمة مع نفسك، ما تقسيش عليها. اتعاملي مع نفسك كأنك كده حد غالي قوي عليكي، وكأن الشخص ده او الحد اللي انتي بتحبيه قوي وغالي قوي عليكي ده بيحاول قدامك بقاله وقت طويل قوي، وانتي شايفة مجهوده ومقدراه طول الفترة اللي فاتت. فمش طبيعي انه لو قصر او تعب شوية انك هتفضلي تلوميه وتقوليله انت اصلا ما بتعملش حاجة طول عمرك، هتفضل طول عمرك فاشل، وهكذا بقى من الكلام السلبي الكتير قوي اللي اغلبنا بنقوله لنفسنا واحنا مش حاسين بيه. فركزي قوي مع تفكيرك، ركزي قوي مع الصوت اللي جوه عقلك وراقبيه، وشوفي بيقول ايه كل شوية. ولو لقيتيه طول الوقت بيقول كلام سلبي يبقى لازم تجيبي ورقة وقلم وتكتبي كل الكلام السلبي ده علشان تقدري تشوفيه قدام عينك وتاخدي بالك منه. لان خلي بالك احنا اوقات كتير من كتر ما في افكار سلبية في دماغنا او في عقلنا احنا مش بناخد بالنا من وجودها او مش بنلاحظ وجودها. فهنا ضروري ان احنا نجيب ورقة وقلم وننزل الافكار دي قدامنا على الورقة والقلم، وبعدها بقى نمسك 3 افكار ب3 افكار ونبدأ نرد عليهم بردود ايجابية عكس الافكار السلبية اللي عقلنا بيقولها. زي مثلا لو قصرتي مرة فعقلك قالك انتي اصلا بتدلعي وطول عمرك مش بتجتهدي ولا بتعملي اللي عليكي، فانتي بقى هتبدأي تشيلي البرمجة اللي عقلك مبرمجها او مقتنع بيها دي وتقولي له لا، انا مجتهدة وبحاول كل يوم وبعمل كل حاجة انا بقدر عليها، انا بس مرهقة الفترة دي ومحتاجة اخد استراحة شوية. وكرري بقى الكلام ده بصوت مسموع في كل مرة، ومع الوقت والتكرار هتلاقي ان عقلك بدأ يغير الافكار دي. لان خلي بالكم احنا عقلنا بيشتغل بنظام التكرار، فمهما كانت الحاجة اللي بتكرريها لعقلك عقلك هيحفظها وهيقتنع بيها وهيحولها كمان لتصرفات او لسلوكيات. فخلي بالك قوي من افكارك. وفي النهاية خليني اقولك ان نفسك تستاهل انك تحبيها، تستاهل انك تديها فرصة في الحياة ولو لمرة واحدة. نفسك تستاهل انك تثقي فيها وتؤمني بيها وتحبيها كمان وتقدريها زي ما بتحبي ناس كتير قوي في حياتك وبتثقي فيهم. وافتكري دايما ان نفسك هي اولى بالثقة دي، وهي مستنية منك بس انك تسمعيها وتديها فرصة ولو لمرة واحدة. وصدقيني عمرها ما هتخذلك، بس انتي جربي. وبس كده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.